بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمين. أهلا ومرحبا بكم في كلامنا عن الدين وعن حياتك وعن قربك من ربنا عز وجل. أول حاجة، انتي لما بتقربي من ربنا حياتك كلها بتتظبط. طيب ازاي؟ طب انا عايزه اعمل الموضوع دوت بقى عملي. طيب ماشي، احنا هنعمل الموضوع ده عملي. هنعمل ايه؟ هنصحى ان شاء الله، يعني احاول الاول من بالليل ان انا انام بدري، يعني ما زدش عن 9 10، يعني بكتير جدا 11. واحاول بشتى الطرق ان انا اصحى بفضل الله وكرمه على صلاة الفجر. صحيت على صلاة الفجر او بعد صلاة الفجر بنص ساعة، بسمي الله وبصلي وبقرأ صفحة او صفحتين من القرآن الكريم، وبستغفر وبسبح ربنا 33 وبحمد ربنا 33، واللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، بكبر ربنا 33، وبقفل 100 بلا اله الا الله. تمام، خلاص خلصت كده. ببدأ بقى اشوف بيتي محتاج ايه، كل واحدة ونظامها. في واحدة لازم تدخل الصبح تسمي الله كده وتعمل اكل الشغل ده. لو هي ست موظفة بتبدأ تحط الغداء، وهي بتحضر الفطار بتبقى بتعمل ايد في الفطار وايد في الغداء. كل واحدة بتظبط بيتها زي ما هي ماشياه بنفس الطريقة وبنفس الاسلوب. الصبح بالذات خلاص انتي حضرتي الفطار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، وعملتي السندوتشات لولادك وان كنتي موظفة هتخرجي انت وزوجك وولادك للشغل وللمدارس بألف سلامة. وبعدين بترجعي وانتي جاية بتبدأي بقى تشوفي بقى ايه يومك بقى بيمشي ازاي. انا ما بحبش احط جدول لحياتي. انا من النوع اللي لا معرفش، بحس ان الجدول ده بيأيدني. لا، انا بحط خطوط رئيسية. يعني مثلا النهاردة انا هظبط حالي بنفس الطريقة اللي قلت لكم عليها، وفي نفس الوقت انا موظفة تمام. فانا باجي من الشغل بيبقى عاملة الغدا من الصبح او قبلها بيوم من بالليل، وبعد كده هو ببدأ بقى ايه احضر الغدا بسرعة. طبعا الستات الموظفة او اللي بتشتغل عارفة الموضوع دوت، وبنتغدى بألف هنا وشفا. وبعد كده هو بقى ببدأ ايه يومي. بشوف انا يعني كل يوم بنعمل أوضة من اولها لاخرها تمام. وطبعا المواعين بتاعة الغداء بتتغسل بعدها على طول. ليه؟ لان يعني نصيحة لوجه الله، المواعين بتولد هي والغسيل الاتنين لو ما عرفناش نظبطهم ان احنا كل يوم نعملهم، هتبص تلاقي بقى قدامك يعني حاجات كده غريبة في كل مكان. المطبخ هتبص تلاقي عنده خلل. الغسيل برضك مش عارفة تظبطي الدنيا. فلازم يعني نصيحة أساسية أنا بقولها لنفسي ولإخواتي، المواعين والغسيل الاتنين دول لو اتعملوا باستمرار الشقة كلها بقت نظيفة تمام. ما غسلنا المواعين بتاعة الغداء وعملنا الشاي او القهوة او اي مشروب ليا وزوجي وولادي، وبعد كده هو بقى بظبط بقى ايه مطبخي. خلاص المطبخ بقى زي الفل. ببدأ بقى ايه امسك اوضة. النهاردة اوضة نومي، جزء من الريسبشن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. وبروق شقتي كلها تبقى نظيفة. يعني ايه؟ في فرق بين الترتيب، وفي فرق بين النظافة، وفي فرق بين النظام. كل حاجة بيبقى ليها طريقة معينة. الترتيب اللي هي يعني انا دلوقتي لما ادخل على حد بلاقي ان مثلا الريسبشن مترتب، لكن النظافة والنظام دي حاجة تانية. النظافة اللي هي يبقى متلمع ومتظبط بس انا بحس ان الترتيب عليه جزء كبير جدا جدا من مظهر البيت. يعني انا لما ادخل ما الاقيش مثلا اعزكم الله الجزم مرميه في كل مكان في الريسبشن، الكتب مترميه يمين وشمال. لا، بلاقي اما ادخل الريسبشن بلاقي مثلا كل حاجه في مكانها. ده عليه يعني 80% من المظهر العام بتاع المكان اللي انت داخلاه. خلاص انا نظفت اوضه من من المعاميق زي ما بيقولوا. وبعد كده هوت وظبطت الشقة كلها ترتيب تمام. وبعد كده بقى بشوف بقى ايه حد من ولادي عايزني في مثلا اذاكر معاه حاجة،
عايزة مثلا اعمل استريح شوية، عايزة ان انا اعمل زيارة لحد من صديقاتي او لاهلي او لاهل زوجي. بشوف يومي بيمشي ازاي. خلاص خلصت ده كله طبعا، ومن خلال اليوم لازم الصلاة في ميعادها. الظهر والعصر بالنسبة للست الموظفة يعني، في ناس بيبقى عندها مكان في الشغل تصليه بيبقى خير وبركة، عشان خاطر لما تروح ما يبقاش عليها فرضين. لا ما فيش مكان عندك في العمل بتاعك للصلاة، يبقى لما تروحي صليهم بسرعة، اول ما تدخلي الشقة بتصليهم. المغرب على وقته، العشاء على وقته. بعد كده بتقعدي تقري قرآن، بتقري الورد بتاعك، ان كان جزء ان كان ربع جزء، على حسب انت ما تقليش على نفسك عشان ما تمليش. واهم حاجة ان انت تداومي على العبادة، لان العبادة هي اللي بتظبط لك حياتك. والله وجربوها يعني انا سبحان الله جات عليا وقت كده في حياتي، سبحان الله بقيت حاسه كده ان انا يعني معرفش، دي مش شقتي، دي مش انا، ده مش حالي. فببص ايه اللي حصل، طب ايه اللي جرى، لقيت نفسي ان انا بدات اثر في العباده. فيعني نصيحه من اخت لاخواتها ولبناتها، اوعي تاثري في عبادتك لربنا. خلاص صليت العشاء، قرات القران، بعمل لنفسي مثلا 100 مره 200 مره استغفار، 100 مره 200 مره الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام. وبتنامي، انا بحب قبل ما انام يعني اساسي عندي بفضل الله وكرمه، ربنا يا رب يثبتني ويثبتكم، قراءة سورة ياسين وسورة الملك. معرفش بحس كده سبحان الله ان هم يعني بيجيبوا خير وبركة. وحتى لا قدر الله لا قدر الله لو حصل اي زعل او اي حاجة في البيوت طبعا ما يعني، الحمد لله والشكر لله كلها فيها حوارات، بس سبحان الله بتلاقي ربنا كده بيلمها، تلاقي كده ان انت يومك حلو. حتى لو حصل اي ضربات وكده، بتبص تلاقي ربنا بيظبط لك حالك. فيا رب يكرمكم ويرزقكم من فضله ويكرمنا جميعا، والى اللقاء في حلقة قادمة.